سلام بنات، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ اموركم هانيه؟ صحيحتكم؟ تنصوركم على الصحه هي الاولى. نتمنى انكم تكونوا على خير وبخير يا رب. كيف ما شفتوا معايا في لقطه ديال الفيديو اليوم ان شاء الله باذن الله وإلا بغى الله غادي نشارك معكم اكله خفيفه اللي تحمق على الكبير قبل من الصغير. اللحم محمر بالبرقوق المعسل البنات. تيجي واحد الاكله اللي هي خفيفه، الريحه يا سلام، المذاق ما نذكروش عليها البنات. نتمنى انكم تجربوه وتبعوا معايا الفيديو ان شاء الله من الاول حتى الاخر باش تشوفوا الطريقه ديالي. واللي باقا ما شاركتش في القناه نتمنى انك تشاركي في القناه اختي باش يوصلك ان شاء الله كل جديد مع اختكم دنيا فلوق. ومرحبا بكم عندي. كيف ما شفتوا معايا عندي هنا اللحم، ديروا الكميه اللي بغيتوا. انا عندي هذه الكميه غادي نديرها. غسلته بطبيعه الحال، خليته حتى استقطر على خاطره بما شلط البصله وهذا يعني ان شاء الله. وغادي نصبو، غادي ندير واحد المعلقه صغيره عامره بالسمن. السمن البنات راه ما تيجيش باين وراه تيشكر يعني اللحم المحمر وتيشكر الدجاج. السمن شي حاجه ضروريه انا عندي في الطيبه البنات، سيرتو في الدجاج المحمر يا البنات ما شهيتكم فيه. يعني تيبغي السمان بحال المحمر كسكسو، يعني كاينين شي حوايج اللي ضروريه خاصك ديري السمن. عندي جوج دامه ديال زعفران اختياريين. عندي هنا معلقه صغيره ديال البزار. عندي هنا خرقوم عرق ولا الكركم. عندي جوج معالق. غادي ندير سكينجبير. وبطبيعه الحال غادي ندير شويه ديال الملحه. الكوكوط الاخرى البنات فيها حتى هي فيها لاصوب الاخرى فيها الصوب. شي نهار ان شاء الله نشاركها معاكم بحال هكا في الليل. يعني تنبغيو لاصوب بحال هكا خفيفه وزوينه سيرتو في هذا البرد. الملحه كيف ما شفتوا معايا وكيف ما موعداكم غادي نديرها بالايد ديالي، ما تنعرفش القياس بالمعلقه. ودائما غادي ندير الماء غليان، غندير شويه باش نحرك العطريه ولا البهارات. وعاد نخلي هادشي يتقلى وغادي ندير ان شاء الله الزيت. المهم نتوما معايا هنا غادي نحرك اللحم وغادي ندوب الضامات والسمن ودرت شويه الماء كيف ما شفتوا معايا باش الحيمات يشربوا العطريه ويجيو ان شاء الله لذاذ. ضروري انا تنحرك بهاد المعلقات ديال الخشب صحيين البنات وزوينين. كنت خديتهم في رمضان باش على حسب المعلقات الحريره صدقت تنستعملهم هكا درت كفيته ولا درت شاورما ولا هكا ولا مريقه كتنحرك بهم زوينين وصحيين. ودرت الزيت ما بين زيت البلديه والروميه، ضروري ميلونج باش يجيكم مريقه ان شاء الله زوينه. وجوج بصيلات مشلضين رقاق. واخا الزيت راه غلات البنات يعني عادي ندير شويه، نحاول نزيد شويه من القرعه الاخرى. مع الشعر ما عادش يبان لكم مزيان واش يبان لكم ولا لا. المهم راني خويت عاود شويه. غادي نمسحها وغادي نردها لبلاصه نعمرها ان شاء الله. وهنا عندي شويه زعفران شعره، كانت عندي القرعه عامره ما تنخدم به بزاف. هنا غادي ندير شويه وغادي نزيد عليه الماء غليان. من غادي نبغي نروي ان شاء الله غادي نخوي هذا الكويس. تيطلق لوين وتيجي حتى في المذاق تيجي غزال البنات زعفران شعر. هنا عندي البرقوق كان عندي في الكونجيلاتور غسلته. غنديرو يتسلق. طريف ديال الزبده وعويدات ديال القرفه. هنا عندي الماء موجود يعني غليان، يعني يمكن لكم ديروا الماء حتى يغلى وديروا فيه القرفه والزبده. عاد ديروا فيه عاد ديروا البرقوق، عاد ترميو البرقوق. هنا عندي عويدات ديال القرفه كيف ما شفتوا معايا. وبالنسبه للزبده راه عندها دور كبير البنات، تعطي اللمعان وتيطيب لكم البرقوق تيجي زوين وتيجي كله رطب تيجي غزال. وغادي نديرو ان شاء الله يتسلق وغادي نمشيو نشوفوا المريقه ديالنا. يعني بالنسبه لكل واحد والطريقه ديالو البنات. بالنسبه للطريقه ديالي انا تنقلي اللحم المحمر. كاينين شي ناس يعني ما تيقليوش كاع،
تيديروا اللحيمات، تيديروا العطريه، تيرويو وتيسدوا. كاين بزاف الناس اللي تيديروا هذه الطريقه. بالنسبه لي انايا تندير يعني تنقلي، تنعطيه الوقت الكافي ديالو وتيجي غزال البنات. انا درت واحد الربيطه صغيره ديال القزبر ومعدنوس. ما بغيتش نديرها في الاول مع تنحرك، عادي تفرت ليا كامله، يعني تنديرها حتى الاخر ان شاء الله. عادي نروي وعادي نسد عليها. المهم نتوما معايا. هنا البرقوق راه طاب ليا، نقيس وحده اخرى عاود، عادي نصفيه. ومن يطيب ليا اللحم عادي نهز المريقه وعادي نزيدها في هذا البرقوق وعادي نعسليه ان شاء الله. هنايا زعفران تيعطي واحد اللون اللي غزال وفي نفس الوقت يعطي واحد المذاق هائل. والحيمات كيف ما شفتوا معايا راه شدوا اللون. عادي نروي بالماء غليان. من الاحسن نرويو بالماء غليان. بالنسبه للناس اللي تيرويو بالماء بارد من الصنبور تقدر تجيكم الماكله باسله، ما فيها باس الا غليتوا الماء ورويتوا به. الحاجه الا ضربتوا عليها تماره تتمنوها تجي زوينه كيف ما بغيتوا، وان شاء الله عادي الا تبعتوا الطريقه ان شاء الله عادي يجيكم زوين. طريقه سهله مهله كيف ما وعدتكم. والحيمات ديالي غادي نسد عليهم ان شاء الله. غادي نحسب ليهم واحد ساعه الا روب. من بعد ما سديت عليهم وطابوا الحيمات خديت شويه البلول ولا شويه الروا ديال اللحم ودرتو في البرقوق باش ان شاء الله عادي نعسلو. عادي ندير المعلقه الثانيه عفوا ديال السنيده، درت 2 معالق كبار. وغادي ندير معلقه ديال القرفه كيف ما شفتوا معايا وغادي نخليه يتعسل. عادي نحاول ما نسدش عليه باش يعطيني واحد اللون اللي هو غزال. هنا الحيمات طابوا كيف ما شفتوا معايا لوين زوين. هنا البرقوق حتى هو طاب وخليت فيه شويه لاصوص باش ان شاء الله من نبغي نسخن نلقى فاش نسخن. هنا الطبق النهائي ما شهيتكم فيه البنات. الريحه يا سلام، المذاق كيف قلت لكم راه ما نذكروش عليه. نتمنى انكم الفيديو يعجبكم. اللي عجبو الفيديو بطبيعه الحال يدير ليا لايك فضلا وليس امرا. وصلنا لنهايه الفيديو. غادي نقول لكم الى اللقاء الى فيديو قادم ان شاء الله الى بغى الله بطول العمر. وبالنسبه للزين ديروا زنجلان، ما كانش متوفر عندي في الدار، الا كان عندكم ديروه. الى اللقاء.